جربي بقى لسان العصفور على سبانخ وبجد خطيرة. ايه ده، انا ما كنتش متخيلة الجمال ده. لما حماتي قالت لي انا ما صدقتهاش، بس لما جربته والله العظيم بجد البيت كله اتجنن عليها. في الاول كده سموا بالله وصلوا على الرسول، واعملوا لايك وشير وتعالوا شوفوا الطريقة دي. في الاول جبت طاسه وحمرت فيها نص كوبايه لسان عصفور مع معلقه سمنه، وركنتهم على جنب. بعد كده جبت حله وحطيت فيها معلقه كبيره من السمنه، ونزلت كده بحته ليا قد 100 جرام، قطعتها مكعبات صغيره بالشكل ده كده، وسبتها لحد ما تسلي كل الدهون اللي فيها. بعد كده نزلت ببصلايه، لو مش بتحبي اللي هي خلاص طلعي القشيم بتاعها، لو بتحبيه سيبيه، هو كده كده هيتوه في قلب الاكل. نزلت ببصلايه، واول ما دبلت شويه نزلت بفصين كبار من الثوم مدقوقين. بعد كده نزلت بلتر من عصير الطماطم، وزودت عليه كوبايه كبيره من الميه. قلبت كده كويس. بعد كده هننزل بالملح وفلفل اسود ومعلقه سكر، وهنقلب بقى. هي السبانخ مش بتحتاج بهارات كتير يعني. هنسيبها بقى خلاص تتسبك بقى مع نفسها. اول ما بتتسبك كده بالشكل ده، بنبتدي على طول ننزل بقى بايه، باللسان عصفور اللي احنا حمرناه في البدايه مع بعض. وما تستغربوش خالص، والله لما حماتي قالت لي عليها قلت لها لسان عصفور يا ماما، قالت لي ده جميل. قلت لها طب خلاص هجرب. بس والله العظيم لما جربته فرق جدا. يعني لما كنت انا بدوقها بالرز ما كانتش بتعجبني، لكن باللسان عصفور خطير. هنا بقى نزلت بالسبانخ، ونزلت كمان بربطه من الكزبره مغسوله ومتقطعه كده مكعبات صغيره بالشكل ده كده. بعد كده بقى هتلاقي السبانخ معاكي كميتها كتيرة، بس دلوقتي هتقل خالص. انا هنا استخدمت حوالي كيلو الا ربع من السبانخ. ما تقلقيش، هي هتقل دلوقتي وهتبقى الصلصة مناسبة جدا معاها. هنغطيها بقى ونسيبها كده شوية، او نضيف لها كمان معلقتين من الصلصة. بيدوها طعم حلو برضو. لو مش عندك خلاص استكفي بالطماطم بس اللي انتي حطيتيها في البداية. قلبي بقى كده كويس وسيبيها لما تستوي. بعد كده هنعمل احلى طشة. هنجيب بقى نص راس توم، معاها شوية من الكزبرة الخضراء وشوية من الملح، ونزلت بقى بيهم كده وابتديت ان انا احمرهم في السمنة. اخر حاجة اول ما بشم ريحة الكزبرة والثوم بقوم نازلة بمعلقة كمان من الكزبرة الناشفة. انا عايزة اقول لكم الطريقة دي في حتة تانية، واعملي كمية كبيرة، ولو ولادك مش بيحبوها بجد هيعشقوها. خلاص كده بقى جيت طشيتها هنا. مش عايزه اقول لكم الريحه هنا عامله ازاي. والله العظيم انا من الناس اللي السبانخ مش بتحبني خالص، بس بالطريقه دي انا بقيت مستمتعه جدا وانا باكلها، وطعمها عجبني قوي. جربوها لو لكم هتعجبهم. وكمان ما تنسوش دعوه حلوه بقى من قلبكم.